السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فطيره بصوص الفراوله زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله جميله. وهنزينها بطريقه سهله جدا وطعمها جميل جدا، وهتبقى يعني طريقه مختلفه. وهتبقى برضو هي نوع من المعجنات، بس هتبقى نوع حلو مش حادق. شايفين ما شاء الله. وده رول بصوص الفراوله، ما شاء الله شايفينه جميل واخد لون دهبي تحفه. وقبل ما نبدأ وصفة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ وصفتنا. معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعلقتين كبار من السكر، وكيس خميرة او معلقتين كبار خميرة، ومعايا بيضتين، و3 معالق كبار من الزبدة او الزيت، ومعايا كيسين فانيليا. هقلبهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هبدأ انزل بالمية شوية شوية لغاية ما العجينة تبدأ تتلم معايا. ودلوقتي انا هفردها على الرخامة وارش عليها دقيق، لان كل ما اعجن العجينة اكتر في مدة اطول بتديني نتيجة افضل بكتير. وكده بقت جاهزة معايا. ودلوقتي هغطيها بستريتش في طبق واسيبها لمدة ساعة في مكان دافي. وده ما شاء الله شكلها بعد ما خمرت. ودلوقتي انا هقسمها جزئين. اول جزء هفرده معاكم زي ما انتم شايفين كده بالظبط، بس هفرده على شكل مستطيل. وبعدين هرش عليه دقيق وهلف رول على اي حاجة عندي علشان احطه على صاج مدهون زيت زي ما انتم شايفين كده. وبعدين دلوقتي هجيب صوص الفراوله اللي انا كنت عاملاه معاكم، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ما شاء الله شايفين تحفه كريمي جدا. وهفرده على العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بس انا مش هخليه يجي على الاطراف خالص علشان اعرف اقفلها كويس. وبعدين هجيب الجزء التاني من العجينه، هفرده برضو زي الجزء الاولاني بالظبط، وهحطه فوق الجزء التاني. لو في اي زيادات هحاول ان انا اشيلها بالسكينه. لازم يكون نفس المقاس بالظبط زي الجزء اللي تحت. وبعدين هجيب الشوكه وهعمل على الاطراف، هضغط عليها عشان يبقوا ماسكين في بعض كويس. وهحاول ان انا ما اخليش اي فراغ عشان ما يدخلش هواء في العجينه وهي بتستوي وترفع معايا. وبرده هعمل على وشها بالشوكه، هعمل فتحات فيها علشان ما تعلاش معايا وهي بتستوي. هدهن وشها زي ما انتم شايفين كده. معايا معلقتين من الحليب مع معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان. وكده هي بقت جاهزه معايا. شايفين ما شاء الله الحجم بتاعها، اللهم بارك، الحجم بتاعها كبير جدا. ودلوقتي هدخلها الفرن تستوي على نار متوسطه، والفرن يكون قبلها شغال بقاله 10 دقايق. وده الجزء اللي اتبقى مني من اللي انا قطعته زيادات من العجينه. هبدا افرده شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده، وهحط فيه برضو صوص فراوله. وبعدين هبدا الف رول عادي جدا. وبعدين هقطعه قطع صغيرة متساوية في الحجم، وفي صينية دهنها زيت. هبدأ ارصه بس يكون في بينهم مسافة علشان هيعلى. وبرده هعمل فيه فتحات زي ما انتم شايفين بالسكينة كده. وبعدين هبدأ ادهن وشه برضو. ما شاء الله شايفين شكله جميل جدا. ودي شكلها بعد ما استوت، ما شاء الله اللهم بارك، بجد جميلة جدا كريحة وطعم. ولونها الذهبي تحفة وطرية قوي. ودلوقتي انا كان عندي كريم شانتيه عادي خالص اللي هو الجاهز. دلوقتي انا هفرده على الوش. وعندي فورماسيل لتزيين التورت، هرشه على وشها الكريمه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. التزيين بتاعها سهل جدا، وانتي تقدري تزيني باي حاجه متاحه عندك في البيت. ما شاء الله شايفين الشكل، وبجد تحسها وليمه كده، حاجه كبيره. ما شاء الله شايفين الصوص الفراوله باين ازاي من النص، وطعمها حلو قوي. ما شاء الله بجد شكله وطعم جميل جدا. جربيها وهتعجبك ان شاء الله. وده رول بصوص الفراوله، العجينه اللي كانت باقيه معايا. ما شاء الله شايفين اللون بتاعها، وشايفين الطراوه بتاعتها، بجد دي طريه وهشه. ما شاء الله شايفين الرول من جوه. وكده وصفه النهارده خلصت. يا رب تكون نالت اعجابكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.